السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل المكرونة بشاميل بأسهل طريقة. هنقطع المكرونة ونقطعها سخنة. يلا بقى، ما تنسوش تعملوا لايك، واللي مشتركش في القناة يشترك. شايفين طريقة ازاي جوسي؟ هنسلق بقى المكرونة. تخش نسلق المكرونة. معايا قد رتل ونص مية، نص كيلو مكرونة، شوية ملح، نقطتين زيت، معلقة زيت، ونسلق المية تغلي ونروح حاطين المكرونة تتسلق. المكرونه حاطينها تتسلق. هعمل بقى هنا اللحمه المفرومه. شويه زيت، معلقه سمنه، وهنشوح البصل. نحط البصلايه، زيت يسخن كده، نحط البصلايه، بصلتين كبار وسط. نقلبهم كده، نشوحهم، ونسلق برضو المكرونه. خلاص المكرونه اتسلقت، هصفيها بقى وايه واحضرها. معايا هنا معلقه كزبره ناشفه ناعمه، معايا معلقه فلفل اسمر، معلقه بابريكا. نحط التوابل، نقلبها كده ونحمصها مع البصلايه. نشوحها كده مع البصلايه عشان ريحه التوابل كده تطلع. نص معلقه ملح، نقلبها. دلوقتي بنشوح في البصلايه يا دوبك تدبل كده، واروح حاطه ايه، معايا نص كيلو لحمه مفرومه. واقلبها كده وارسها كده بالمعلقه في الطاسه. نقلبهم كده ونشوحهم اللحمه المفرومه بالبصلايه. احط معايا ربع كيلو طماطم، هضربها كده في الخلاط واحطها تتسبك كده حطيت نص معلقه ملح فلفل، نص معلقه فلفل. وكملت حدق المكرونه اللحمه. نقلبها كويس. دلوقتي هنعمل البشاميل. معايا 5 معالق سمنه وشويه زيت عشان هنحمر الدقيق في البشاميل نحمر الدقيق بالسمنه والزيت. 6 معالق دقيق، 6 معالق دقيق زبده، سمنه وزيت. السمنه والزيت بيبقى قد الدقيق. نشوحها كده لحد ما الدقيق ما يستوي، يصفر كده شويه. ومعايا كيلو وربع لبن. اللبن ده لبن بقري. واحط شويه واقلب، شويه بشويه كده واقلب البشاميل. معايا كوبايتين شوربه او كوبايه ونص شوربه. مش عايزه تحطي شوربه، بس هي بتدي طعم للبشاميل. مش عايزه تحطي شوربه، كملي بلبن، لبن حليب. مكعب شوربه دجاج، نحطه على البشاميل. ونحدق البشاميل برضو. معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر.
نقلبهم لحد البشاميل كده ما يبقبق. خلاص كده البشاميل اتعمل، هو خفيف مش تقيل، مش عامله تقيل. معايا نص كيلو المكرونه، هقسم نصه، هحطه كده في حاجه واحط عليه البشاميل. النص اللي هيتحط تحت احط عليه البشاميل. دي فلفلايه سمرة، فلفلايه كده حاصه، شلتها مش مسحونه. حطيت اللحمه المفرومه في نص الطاجن، طاجن البشاميل. هسوي اللحمه كده في النص، وحطيت بشاميل برضو في ارضيه الصينيه عشان يبقى دسم كده. المكرونه طريه، واكمل بقى النص التاني، نص المكرونه التاني احط له برضو بشاميل، املاه كله بشاميل واقلبه ببعضه، واحط عليها من فوق بقى ايه بقيه الصينيه. كمل الطاجن، احط معلقتين بشاميل كده على الوش. انا ما عنديش جبنه موزاريلا، حطيتها على الوش. جبت بيضه، شويه ملح، فلفل اسمر، شويه ملح، حاجه بسيطه كملح. ضربت البيضه، لو عندك لبن حطي حاجه بسيطه، لو عندك قشطه وش لبن اي حاجه يعني ايه حطي عشان يحمر انا حطيت شويه لبن. وعلى وش الطاجن كده واحط البيض. انا ما بحطش بيض في المكرونه، بس ايه على وشها كده عشان تديها لون. اسوي كده المكرونه، طاجن المكرونه، واكون مشغله البوتاجاز على درجه حراره 180 من تحت. احط الطاجن كده من تحت، وهو ربع ساعه يعني مش هيقعد كتير. المكرونه اصلا مستويه، البشاميل مستوي والمكرونه مستويه. تاخد حاجه بسيطه كده من تحت، واروح مطلعه مشغله الشوايه عليه 5 دقايق، واروح طافيه عليها. زي ما انتم شايفين طلع المكرونه، طاجن المكرونه بالبشاميل. هنقطعها بقى بعد ما هديت يعني 10 دقايق كده هديت. هي المكرونه بتتاكلش البشاميل الا سخنه، فطبيعي الحته مش هتطلع حته حته يعني ما مظبوطه، هتتفركش كده. لازم تتاكل سخن. شايفين طريه بقى وجوسي كده، واللحمه باينه فيها وجميله. يلا بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك، واللي مشتركش في القناه يشترك، وشوفوا الفيديوهات القديمه بقى عشان نستمر مع بعض. سلام عليكم.